النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فطار سهل وسريع وبسيط في نفس الوقت ومش هيوقفك في المطبخ كتير. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا حله كده فيها شويه من الزيت، قطعت كده لحمه مكعبات، عملتها مكعبات كده صغيره، وبعدين نزلت عليها بفصين من المستكه وورقتين من ورق اللورة، وهفضل اشوح في اللحمه كده كويس لحد ما تغير اللون بتاعها. بعد كده قطعت بصلايه قطع صغيره ونزلت بقى على اللحمه. هشوح بقى البصل مع اللحمة مع نص معلقة صغيرة من الثوم لحد ما كل حاجة تدبل كده مع اللحمة كويس والبصلة تغير لونها. بعد كده هنزل عليها بمعلقة من الصلصة، وهنا بقى ليك حرية الاختيار انك تعملي طماطم فريش وتحطيها او لو عندك صلصة. فانا كده كان عندي صلصة متفرزة فطلعت كيس كده وحطيته، وبعد كده نزلت بمعلقة من الفلفل الاسمر ونص معلقه من السبع بهارات، وهحط لها كوبايه من الميه وهسيبها بقى تستوي اللحمه في قلب الصلصه كده كويس. كل ما تعوز ميه هزودها كده نص كوبايه بنص كوبايه، وحطيت قرنين من الشط. بعد كده جبت معلقتين من الزيت حطيت فيهم معلقه من الثوم المهروس، هنشوح فيها الثوم كده. ومعايا هنا باميه، الباميه طبعا متفرزه. الخطوه دي بتفرق معاكي طبعا في طعم الباميه جدا، انك تشوحيها كده بمعلقه من الثوم. بتختلف غير لما بتطلعي الباميه كده من الفريزر وتروحي حطها في الصلصه، لا لما بتشوحيها بثوم بتديكي طعم حلو. لو فيها اي ميه بتفضلي تقلبي كده في الباميه لحد ما بتتشرب الميه، ما بيبقاش فيها ولا نقطه ميه. خلاص كده تمام. هنفضل نشوح فيها عشان ما يكونش فيها ميه خالص. هنا بقى كانت اللحمه بتاعتنا بدأت تستوى زي ما قلت لك، كل ما بتعوز ميه بزودها نص كوبايه بنص كوبايه. بدأت بقى تستوى هنزل بالباميه، وبعد كده هزودها نص معلقه صغيره من الملح لان الصلصه كان فيها ملح، فهزود كده ملح خفيف. خلاص هسيبها تغلي كده غلوتين وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. جبت هنا طاسه وحطيت فيها شويه من الزيت، وهنزل لحمه مفرومه كده، هفضل اقلب في اللحمه كده لحد ما تغير اللون بتاعها وتتشوح كويس. مجرد ما بتغير اللون بتاعها هنزل ببصلايه متقطعه قطع صغيره. خلاص كده تمام. بعد كده خدت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه من السبع بهارات وملح. وهنا بقى ما تكتريش البهارات عشان ما تغيرش طعم اللحمه بتاعتك. وبعد كده هنزل بقرن فلفل متقطع قطع صغيره، ومعلقه من الصلصه. خلاص كده تمام. اللحمه بتاعتنا بقى اتعصجت. جبت هنا صينيه وخدت فيها معلقه من السمنه، هبدا افرد السمنه كده في الصينيه. هنا بقى معايا لفه من الجلاش. الخطوه دي بقى ممكن تفردي نص لفه الجلاش دي في الصينيه من تحت، وتحطي العصاج اللي احنا معصجينه في النص، وتغطي بقيه الصينيه بطبقات من الجلاش. او ممكن تعمليه بقى ايه رول زي ما احنا هنعمله كده ونقطعه صوابع. هنا بقى مش هورق ولا احط سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، هاخد كده ورقتين من الجلاش واحط اللحمه والفها زي رول كده. احنا عايزينه يكون خفيف، عشان كده مش هندهن الطبقات سمنه ولا اي حاجه، وهيطلع معانا مورق وجميل في نفس الوقت. هنلفه بقى بالطريقه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. كل لفه من دي بناخد ورقتين من الجلاش. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه، ولو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده تمام. هنا لو عايزه تحطي بقى جبنه في وانتي بتحشي الجلاش، تحطي مع اللحمه جبنه موتزاريلا برضو ما فيش اي مشكله. خلاص كده هنا انا خلصت لف الجلاش. باقي الجلاش اللي هيفضل معانا ده هنلفه برضو كويس كده زي رول، وهنقفل عليه بالكيس ونشيله في الفريزر هنستخدمه تاني. وكده خلاص الجلاش جهز معانا. الباميه سبتها كده غلت غلوتين، وبعد كده جبت صينيه او طاجن بايركس او صينيه او طاجن فخار او اي حاجه متاحه عندك. هفضي الباميه فيها.
شلت هنا بقى ورق اللورة، وبعد كده هعمل لها طشه بقى توم، يعني معلقه من التوم، لوحتها كده في معلقه من الزيت، وبعد كده هنزل بطشه الباميه. الطشه هنا بتفرق في الباميه تماما وبتدي لها طعم وريحه حلوه. هي معلقه توم بس شوحناها في شويه زيت. دخلنا الباميه الفرن، وبعد كده قطعت الجلاش. لازم تقطعي الجلاش قبل ما تدخليه الفرن، لانك لو قطعتيه بعد ما يستوي هيتكسر معاكي، لانه طبعا بياخد لونه وبيحمر، فهتيجي تقطعيه يتكسر معاكي. فبقطعه كده قبل ما يدخل الفرن. وجبت معلقه واحده من السمنه، خدت عليها كوبايه من الحليب، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح، وهقلبه كده كويس. ودي التشريبه اللي احنا هنعملها للجلاش. احنا طبعا ما دهناش الطبقات بتاع الجلاش سمنه، قلنا عايزينه يبقى خفيف فخدناها معلقه واحده. خلاص كده. بعد كده بقى هاخد على الوش كده رشه من السمسم ورشه من حبه البركه، وهدخله الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. مجرد ما بياخد لون بتخرجيه، يبقى كده خلاص الجلاش استوى معاكي وتمام. هنا بقى كفتة الفراخ دي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هتلاقوها عندي على القناة. طبعا كفتة الفراخ دي بتكون خفيفة جدا وطعمها في نفس الوقت حلو. بفرزها كده عندي في الفريزر، وما بحتاج منها بروح مخرجاها كده، حطاها في شوية من الزيت، معلقة من الزيت، ومهديها عليها النار. مجرد ما بتاخد لون بقلبها، ما بتاخدش معاكي تسوية كتير، وفي نفس الوقت خفيفة في الأكل. خلاص شايفين خدت لون. كل ما بتاخد لون كده بقلبها على كل الاتجاهات. وهنا كان الجلاش خرج كده، وغطيته بورقه من الفويل عشان ما يبردش. شايفين ما شاء الله ما شاء الله لونه، اللون بتاعه عامل ازاي. كان مقرمش كده، وكان جميل وخفيف جدا، وما فيش فيه سمنه كتير عشان ما دهناش الطبقات. شايفين اللون بتاعه من تحت ومن فوق عامل ازاي.